تعالي معايا يا ست الكل، احلى صينية سمك ماكريل وبابا غنوج. والله لا تتبسطوا بيها، نقطتين زيت بس فيها وهتلاقي احلى اكل صحي ومفيش وجع بطن وبعيد عن الزيت ولا وجع جيب. زي ما انتوا شايفين كده الصوص روعة، الصوص جميل جدا بالعيش، حاجة كده خطيرة. اللي بيحب الرز هياكل بالرز، بس احنا ما بنحبش الرز جنب السمك او فبابا غنوج مع حتة سمكة في لقمة عيش واحلى اكلة بجد، هتتبسطوا قوي. هنا الماكريل انا كنت حاطاه منضفاه وحطاه في الفريزر، وبطلعه كده وبخليه يفك فيه مصفى عشان لو في اي مية او اي حاجة تنزل. اي تتبيلة انت عايزاها. انا حطيت توم وليمون وملح وكمون. كان في حتة بصلاية كده باقية من الفطار بتاع الصبح، قلت بدل مرميها رحت مقطعاها وحطها في وسطهم. طبعا الماكريل مش بيبقى مفتوح قوي كده، بتبقى الفتحة بتاعته صغيرة زي دي كده. انا جبت سكينة وبفتح الماكريل من تحت خالص عشان يشرب التتبيلة كلها. والله يا بنات لا هتتبسطوا جامد بالاكله ديت، واللي بيحب السمك هيتبسط قوي بيها. الماكريل كمان جميل جدا، انا جايباه في السوق ب60 جنيه الكيلو، دولت 2 كيلو. هنا بقى هقول لكم الصوص بتاعها او الفرشه بتاعت الصينيه اللي انا هعملها. جبت زي ما انتم شايفين بصلايه، طماطمايه كبيره وطماطمايه صغيره، بس انا مش هحط الطماطمايه الصغيره ديت، انا هحط الطماطمايه الكبيره بس. والبصل والجزرايه ديت انا هبشرها. عندك طبقك والبولة بتاعتك حط فيها. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، حاجة هتتبسطوا منها جدا وهتعجبكم جدا وطعمها حلو قوي. ابشر 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 ابشر. طبعا انا بسيب حتة في الاخر عشان ايديا متتعورش. هنا بقى هحط مرقة شوية ملح بس مش كتير، عشان خاطر من الاكل بتاعك ميبقاش مملح قوي. انت كده كده حاطه ملح في التتبيله بتاعت السمك، وكمون. وعندك احلى فرشه لاحلى صينيه سمك ماكريل او اي صينيه سمك انت عايزاه. في ناس بتحب تفرش ليمون، بس انا الصراحه جربت موضوع الليمون ده كذا مره وبيطلع معايا الحاجه ممرره، فانا ما بحبش الليمون اعصره كده واكل على طول، لكن مش بحب اسوي الحاجه بليمون. زي ما انتم شايفين كده انا رصيت السمكه ازاي. انا مش هدخلها الفرن، انا هسويها من فوق، وبعد ما تستوي خالص من فوق هدخلها على الشوايه تاخد وش. شوية نتفتين زيت، مش محتاجة اي حاجة خالص، نتفتين زيت بس صغنين جدا وعلى النار بتاعتك.
هنا بقى بابا الغنوج. انا طبعا جبت البتنجان بفتحه بعد ما بغسله، بروح مفتحاه كده عشان انا هشويه. طبعا طلعي الطاقة السلبية بتاعتك في البتنجانية. البتنجان يستحملنا، اي حد تاني ما يستحملناش. انا بحب، في ناس ما بتحبش تحط البصل، بس انا بحب طعم البصل بالذات المشوي في البابا غنوج، بيبقى طعمه تحفة. والفلفل برضو هشويه، وكله على النار على العين بتاعتك زي ما انت شايفة كده. الفيديو ده يا بنات انا ما قشرتش فيه، ما طلعتش تقشير فيه البتنجانة بعد ما بتطلع من على النار، بس انتي هتطلعيها من على النار هتسيبيها تستريح خالص، تبرد خالص، وبعد كده هتروحي ايه مقشراها. لكن لو مثلا انت واحدة بتشتغلي او مستعجلة او وراكي حاجة، انت اول ما بتطلعيها من على النار تحت المية سرسوب مية صغير جدا، وقشري القشرة بس اللي بره، هتلاقيها طلعت معاكي نظيفة وجميلة. بس هتلاقي البتنجانية شربت مية جامد، او بقى فيها شوية مية من المية بتاعة الحنفية. لكن انا سبتها هنا هو تبرد خالص، وبعد ما بتبرد خالص رحت مقشراها. بينزل البتنجان نفسه بينزل فيه شوية مية، شوية المية دولت انا عملت بيهم بابا غنوج، حطيت فيهم الطحينة وعملت بيهم من بابا غنوج زي ما انتوا شايفين كده. وصوت ده تحفة، حاجة كده جميلة جدا. وهنا انا بحط البصلة بقشرتها عشان لما اجي واقشرها القشرة اللي يعني كده كده تتحرق، فخلاص دي بتقع، فانا لما اجي اقشرها هتتحرق، فمش هلاقي بصلة في الاخر، هلاقي القلب بس. والفلفل برضو نفس الوقت كان سخنة مولعة. برضو الفلفل ايه، البتنجانية انت كده كده بتهرسيها، والفلفل بتقطعيه هو والبصل، وزي ما انتوا شايفين كده، وبالهنا والشفا على احلى ستات بيوت. يا رب تعجبكم، والريحة رائعة بجد. بالهنا والشفا حبايب قلبي، سلام.